مين تاني؟ طبعا. في حد في الرجاله سمع منهج منصوري؟ لا. المنهج ده بيخاطب سن رياض الاطفال اللي هو من سن 2 ل 6. ماريا مونتسوري، دكتوره ماريا مونتسوري دي دكتوره حطت منهج بنته على مجموعه من نظريات وفلسفات سابقه اتعاملت اول ما اتعاملت مع ذوي الاحتياجات الخاصه من الاطفال. عشان كده يمكن شويه الناس رابطه ما بين ماريا مونتسوري وذوي الاحتياجات الخاصه، بس الحقيقه بعد ما طبقت المنهج بتاعها وفلسفتها وادواتها مع ذوي الاحتياجات الخاصه هي لقت ان مستواهم التعليمي ارتفع في حين ان الاطفال الاصحاء ظل مستواهم منخفض. الاطفال الاثرياء في نفس السن ظل منخفض بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، فوصلت انه في خلل بيحصل مع الاطفال الاصحاء، هم ما بيتعلموش صح. فبدات تطبق نظرياتها على الاطفال الاصحاء، ولانها عندها خلفيه طبيه وخلفيه هندسيه وخلفيه حسابيه، وهو باباها كان رجل دين او من خلفيه عسكريه، فهي خارجه من بيئه كوكتيل من المعارف، وكانت بتقابل تحدي جامد جدا وقفت في وش المجتمع بتاعها لانها كانت اول دكتوره بشريه في البلد بتاعتها. فهي تخطت صعاب كتير وتحدت ناس كتير، تحدت المجتمع بتاعها، وفي الاخر وصلت انها نظرياتها بتدرس لغايه دلوقتي في اكبر الحضانات اللي موجوده على مستوى العالم. يعني انا من كام شهر كده كنت في ماليزيا، سالتهم في حاجه كده يعني مخلياني عايزه اروح اعلى مستوى حضانه عندهم في كوالالمبور. انا قلت عايزه اروح اعلى مستوى حضانه هناك، ودوني هناك عشان اعرف ايه المنهج اللي هم بيدرسوه هناك، بما انها دوله اصبحت من دول العالم المتقدمه في غضون سنوات قليله، وانا عايزه اعرف هم بيعملوا ايه مع الاطفال. فاول ما دخلت الحقيقه اندهشت وما بقتش عارفه ازعل ولا افرح. قلعنا الشوز ودخلنا حافيين تماما. المديره نفسها كانت حافيه في المكان، واذا بهم بيطبقوا منهج المنصوري. يعني انا كنت رايحه، اللي زعلني ان انا كان نفسي اجيب حاجه جديده، اشوف ايه الجديد اللي بيقدم عشان اجيب. لقيت انه اعلى مكان هناك بيتعامل مع الاطفال بيدي اللي احنا بنديه هنا في مصر، بيدوا منهج المنصوري بنفس الجدول، بنفس الماتيريالز، بنفس الخطوات، بنفس اداره الصف. يعني احنا كنا واقفين نراقب، عايزه اجيب حاجه جديده مش لاقيه، احنا بنطبق ده بالظبط بس اذا طبقنا المنصوري صح. منهج المنصوري انا خدته على مرحلتين او في مدرستين، وخدته في سنتين مثلا. يعني خدت منهج المنصوري في مده كبيره قوي وطبقت. فالفكره ان احنا عشان ناخد منهج المنصوري هنا كما يجب، انا اضطريت اقسم المنهج على ورك شوبس. يعني المنهج ده اللي عارفه هو بيطبق على مناطق شخصيه الطفل: المنطقه العمليه، المنطقه الحسيه، والمنطقه الحسابيه، والمنطقه اللغه، ومنطقه الحساب. طبعا في اختلافات ما بين المدرسه الامريكيه والمدرسه البريطانيه في الحته دي، بس عامه انا طبقت المدرسه البريطانيه مع الاطفال، ولقيت وشفت النتيجه بعيني مع الولاد. الطفل بيجي عنيف وهايبر اكتف، مش عايز يقعد وبيشد من اصحابه الحاجه وبيتخانقوا، اللي هي التصرفات العاديه بتاعت ولادنا في الحضانات. مجرد ما بيجي ينتصر معايا الفصل المونتسوري لمده شهر بس بانتظام، سلوكه بيتعدل تلقائي عن طريق استخدام الادوات، يعني عن طريق اللعب. شخصيه الطفل وسلوكه بيتعدل عن طريق اللعب. بغرس فيه مهارات اجتماعيه، اللي هو ازاي يقعد مع صاحبه يشتغلوا بنفس الحاجه بهدوء، ما يشدوش من بعض. حته الانانيه دي بتتكسر عندهم، حته النظام بتتبني جواهم، حته حب الخير للاخر بتتبني جواهم عن طريق العمل المشترك. بيتعلموا كل المهارات الحياتيه والاتيكيت والمانرز، بيتعلموا كل حاجه جميله عن طريق اللعب في الفصل. ندخل الفصل
بنلاقيه فيه مثلا 25 طفل ما تسمعش صوت. كل طفل من ال 25 طفل قاعد يشتغل وبيلعب. احنا مسميين اللعب شغل. الاكتيفيتي ده احنا بنسميه انت قاعد بتشتغل، فين شغلك؟ ما بنقولوش فين لعبك. لانه احنا لما بنحط لعب، فرضا لو حطينا لعب في فصل المونتسوري بنلاقي الطفل بيتجاهل اللعب تماما ويروح يقعد يشتغل بالشغل بتاعه، لان هو مستمتع بده، هو لاقي ذاته في الشغل ده. احنا هننتقل لقاعة المونتسوري فيها 5 مناطق. الحقيقة أنا موقفة الماتيريالز لغاية سن 3 سنين ونص، لأن بعد كده بندخل في سن بيبي كلاس KG 1، فأنا موقفة هنا لغاية سن 4 سنوات. بدي كورس على ورك شوبس، كل ورك شوب 3 أيام. بدي اهتمام خاص بالساعات التدريبية تحت إشرافي، لأن أنا كواحدة صاحبة حضانة بعمل انترفيو لمدرسات المونتسوري. مجرد ما المدرسة بتسحب الكرسي وتقعد تشتغل بعمل عليها كروس، لانه بيبقى باين جدا المدرسه المتدربه صح من المدرسه اللي هي واخده شهاده وخلاص. مدرسه المونتسوري اللي هتخرج من تحت ايدي لازم ساعات تدريبيه، لازم كتالوج بيتعمل ليها هي كمرجع. هي لما تنزل تشتغل في اي حضانه بتفتح الكتالوج تبص على الليسون بلان بتاعتها عشان ما تنساش خطوه. لازم البرزنتيشن تبقى بيرفكت. المدرسه ممكن تقعد تشتغل على الاكتيفيتيز اللي هتقدمها في اليوم ده، لازم تتدرب، لازم تدخل الفصل تعمل تشيك عليه. مفيش حاجه ناقصه، مفيش حاجه متحركه من مكانها. مفيش حاجه اسمها لعبه 9-10 قطع تبقى ناقصه قطعه تتشال فورا. مفيش حاجه اسمها ادوات متخربشه. لازم الادوات تبقى نظيفه جديده مكتمله، ما لهاش ترابايه محطوطه بتنسيق معين. الحيطه لازم تبقى ساده، مفيش مشتتات. بنشغل لايت ميوزك. بتدخلوا عالم المونتسوري او فصل المونتسوري بتحسوا ان انتم انفصلتوا عن العالم. حتى مدرسه المونتسوري بنعيد برمجتها في الكورس، بنخليها كاننا بنعمل حاجه تصوير بالبطيء عشان رتم الحياه السريعه يبدا يهدى مع المدرسه وبالتالي مع الطفل. فالطفل كانه بيشتغل في سيمفونيه، كلهم ممكن يقعدوا كلهم يتكلموا مع بعض بس ما تسمعلهمش صوت. بيتكلموا ويتحاوروا ويتناقشوا ويقرروا ويتحركوا بمنتهى الحريه وما تسمعلهمش صوت. لو حد غريب دخل الفصل يبص يشوف ايه الفصل ده، محد يعني الطفل بالكتير بيرفع عينه يبص مين اللي دخل ويرجع تاني يشتغل. لحد بيتكسف ولا حد بيخجل ولا حد بيجري. في حاجه اسمها نورماليزيشن بتحصل للطفل، بيبقى طفل اقرب ما يكون للطفل الطبيعي او الطفل المثالي، الطفل اللي ما فيهوش ديفيشن، الطفل اللي ما فيهوش اي انحرافات سلوكيه. كل ده بيحصل تلقائي بشغل ادوات مونتسوري. طبعا الادوات المونتسوري معموله بعبقريه، لان جوه ادوات المونتسوري مبني جوه الاداه تركايه كده بتخلي الطفل يكتشف هو ماشي صح ولا غلط. ودي عبقريه ادوات المونتسوري، ان هو مش لازم يلجأ لحد يصلح له غلطه. هو لوحده سنتين، يعني تخيلوا معايا طفل سنتين ونص، هو لوحده بيكتشف انه ماشي غلط ويقوم عايد الاكتيفيتي الثاني لوحده. كل ده والمدرسه واقفه بعيد بتلاحظ وبتكتب ملاحظات. المدرسه اول مره بتقدم النشاط بتقدمه هي بطريقه بيرفكت. لازم توريله الطفل، لازم توريله الحاجه اول مره عشان تعرف تحاسبه بعد كده. لازم تقولي له معنى الكلمه بالكلمات. يعني ما ينفعش مثلا احنا نازلين رايحين حفله فلو سمحتي خليكي مؤدبه. يعني ايه بقى خليكي مؤدبه؟ الطفل ما يستوعبش. لازم تقولي يعني هدومك تبقي قاعده قافله رجلك، تبقي قاعده اي حاجه تقع منك وديها المطبخ. لازم تفسري الكلمه، ما ينفعش نطلق امر بدون تفسيره. وهكذا النشاط لازم يتعمل لاول مره يقدم للطفل كامل وبطريقه بيرفكت، عشان بعد كده بتسيب نفس الاكتيفيتي ده للطفل هو يشتغل بيه ويغلط مره واثنين وثلاثه بدون تدخل. يعني انا ببقى شايفه الطفل بيعمل الحاجه غلط قدامي، وطبعا الموضوع ده صعب جدا علينا احنا كمدرسات، احنا ما تربيناش على كده. احنا لا وحاسب بايدك. فانا ببقى في الاول خالص امسكي نفسك، اللي هو انا ماسكه ايدي، امسكي نفسك خلاص. يعني الحاجه بتحصل قدامي ما اقدرش اتدخل واقول للطفل غلط.
دي بالنسبه لي انا دي حاجه قاسمه للمنهج. الطفل طالما دخل في حاله التركيز دي بالنسبه لنا حاله مقدسه. حاله مقدسه، يعني ما ينفعش طفل يكون قاعد يشتغل بحاجه والام تقول له بسرعه تعالى يا بابا على الباب، يلا الاكل، يلا المفروض مش عارفه ايه. طالما ركز في حاجه نسيبه خالص يكمل لغايه ما هو يقرر انه خلاص خلص، هو خلاص مش عايز يركز اكتر من كده. ليه؟ عشان بعد كده لما يكبر ويدخل بقى في مجال الشغل الحاجه يفضل وراها لغايه ما يخلصها. احنا ليه دلوقتي ما بنقعدش على الحاجه كتير وبنزهق؟ لان احنا ما تربناش ان احنا نقعد مركزين شويه على بعض. ده اللي احنا بنعمله في ولادنا دلوقتي. التركيز سر سعاده الطفل. عشان نربي طفل سعيد نسيبه يركز في اللي بيعمله ايا كان احنا موافقين عليه ولا مش موافقين عليه. طالما حاجه مش بتاذيه، مش بتاذي صحته، انا بسيبه، هو حر، هو عايز يعمل النشاط ده بالطريقه دي حتى لو انا مش موافقه ماشي. ده انا هعتبرها كمدرسه اكستنشن، انا ممكن اعمل الشغل ده بالطريقه دي كاكستنشن. هو الطفل هو اللي بيلهمني ساعات كتير بطريقه الشغل وممكن يصلح لي مفاهيم. انا عن نفسي بعلم الاطفال كتير جدا، واحنا لازم نتتبع الطفل مش الطفل هو اللي يتتبعنا. انا بشوفه هو خطواته ايه وانا بمشي مع خطواته، مش هو اللي يمشي مع خطواتي، انا اللي بمشي مع. ما بيعرفش يعمل حاجه دي، بس عبقري في اللغه في جانب اللانجوج اريا، عبقري. فاديه في الحته دي على قد ما اقدر. ممكن يسبق كل زمايله ويبدا يقرا ويكتب بس ما يعملش حاجه دي. بالعكس ممكن حد في السنسوريال او في البراكتيكال ممتاز بيشتغل بايده كويس قوي، بس يجي في ناحيه الكالتشر وناحيه اللغه مش عايز. ده معناه ان هو طفل مش ذكي، بالعكس هو ده نوع ذكائه، ده اللي انتوا تمشوا وراه. ما نقعدش احنا نثبت بقى ونقول لا هو لازم في الحته دي، لا. عشان كده انا رجعت اتعامل مع الكبار، لان لقيت ان المشكله مش مع الاطفال، انا لقيت المشكله معانا احنا اللي لازم نعيد تربيه نفسنا تاني او نبرمج او يعني على الاقل ندرك ان احنا عندنا مشكله ككبار. الطفل ده لازم زي الزرعه كده، انت لو اشتريتي زرعه وطلعت غصن معوج مثلا او حاجه هترميها، دي خلقه ربنا، احنا هنرعاها وهناكلها وهنراعي ربنا فيها وهنرعاها وهي تطلع زي ما تطلع. هو ابننا كده، احنا دي هبه من عند ربنا. هنرعاه، هنعمل الصح، هنوفر له الاكل والملبس والتعليم والصحه وكل حاجه ويطلع زي ما يطلع. المهم ان احنا نكون غرزنا فيه القيم، العادات، حب البلد، حب ربنا عشان يعرف يحب البلد ويحب اصحابه ويحب زمايله. فالفكره انه لازم هنرجع تاني في تقويم انفسنا، لان احنا الطفل بطبيعته هو ما فيهوش مشكله، احنا اللي بنعمل الديفيشن مع الاطفال.